طرد وترحيل الجماهير الجزائرية بعد الاشتباكات ضد الجماهير الأرجنتينية. بصراحة فضيحة تكتب باسم الجزائر. لماذا لا نكون مثل الجماهير المغربية محترمين ولا يفعلون الفوضى والشغب ضد الخصوم؟ هذه أخلاق كرة القدم. احنا بدينا في المشاكل، بدينا في اول مقابله ومازال ما انطلقت كاع، وبدينا في المشاكل مع جمهور ارجنتيني، اللي احنا الارجنتيني كبار، جمهور كبير عندهم تما قاعده كبيره. وفين في امريكا ما يعقلوش عليه، يشدك يديك اللعب تما غادي يهدمك ولا يشدك يديك لشي بلاصه. هذيك البلاصه الجماهير كاع ديال العالم كانت تجي تما وتحتفل. ما عرفتش واش ما فهمتش بنادم خاصو يكون شويه مثبت، لانه مشينا لاكوب دافريك ديال المغرب شو شصرا ودرنا المشاكل، عاود تمشي هنا خاص شويه، خاصنا نثبتوا حتى حنا رجلينا، خاصنا المعقول، خاصنا نثبتوا رجلينا، خاص والله العظيم خاص الناس يدخلوا العقلاء، لانه ما الا بقينا في هذه العقليه راه ما نعرف فين غادي نمشيو بها. اللي خاصنا الواحد خاصو يثبت. راك واحد البلاد امريكا راه ما يعقلوش عليك، راه يشدك يصيفطك. كاين كاميرات، كاين روينات تما، كاين كلشي. الدنيا واش ما عندهم كاميرات؟ ما عندهم، ما غاديش يعرفوا شكون اللي بدا شكون اللي ما بداش شكون. راه المشكل ديالنا حنا خاصنا ناس تتكلم مع بعض الجماهير اللي يخلقوا الفتنه ولا المشاكل. حسب بنادم خاصو شويه يكون ثابت، خاصو يكون ثابت. هذه مسابقه وحنا مازال ما لعبناش حتى المقابله الاولى، دخلنا ديريكت مع الارجنتين. ايوا فين غادي نوصلوها؟ انا المشاكل غادي يعمرهم غير في الحباسات ويكرههم. خاص بنا نخصو شويه الكام، والله الا خاصو الكام، لانه واش كثرنا بزاف. ايطاليا كاس افريقيا، اليوم دخل الميريكان روينا. ايوا راه لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. المقابله مازال ما بدات، من بين راك تشوف واش صرا فيها، وتشوف العالم كامل يهضر عليها. البي اف ام عاطينا تصاور فيديوهات روينه من موا الدور شغب ما بين الجمهور الجزائري والارجنتيني. انا كارثه، والله الا كارثه. يعني ما دخلنا في واحد المشكل، والله القسم خاصنا شويه، خاصنا يمكن نقعدوا ونهضروا مع بعضياتنا ونجمعوا هذه. علاش؟ لانه واش الا طول غادي نوليو ما كفين ما اي بلاصه تحط فيها رجلك يجريو عليك. انا ما يمكنش. كاين ناس عقلاء، كاين ناس خاص يدخلوا في هذا الشيء هذا. حافظ الدرجه هذه اللي غير المغرب باش يهضر على هذه المشاكل ويقول لهم خاصكم الكالم وخاص ما عندوش هذيك القدره باش غادي يهضر. ما يمكنش. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم كي تشوف يعني فيديوهات بحال هذا، وتشوف لاباكار، وتشوف كاع الناس في هذيك فوتت احلى على اياماتها في هذيك البلاصه، وما كان لا مشاكل لا والو. تشوف المغرب مع البرازيل، الشطيع والرديع. تشوف الدنيا تجي نتايا مع الارجنتين طاق ساق شعلها. ايوا ومن بعد ما يمكنش نمشيو بهذه العقليه. ما يمكنش. خاصنا شي حاجه. هادشي ما عرفتش، والله ما عرفت انا اش نقول لكم. المقابله مازال ما بداش وشاعله برا، يعني والداخل كيفاش غتكون؟ يلا في الملعب كيفاش غادي تكون، وفي الروينه والله العظيم الا كي غادي تكون. المهم البارح كانت مقابلات بزاف. هضرنا على هذاك ديال مصر، انا كنت باغي له الخساره، ولكن هاد كاس العالم يبان لي انا ما عرفتش هاد الفرق الكبار ولا المنتخبات الكبار ما بقيتش فيهم والو. ولا يجي بحال حسام حسن هذا يقول لك انا كانت عندي ضربه جزاء ويعوج في روحه، انا كنت باغي له 3-4. مي الله غالب. نزيدوا هذا كامل. المشكل ديال السعوديه والاوروغواي داروا تعادل، ولكن السعوديه الدوزيام ميطو ما فهمتهمش. كلاهم الاوروغواي، وركوا عليهم الاوروغواي. والله سلكهم الحارس السعودي، كانوا يخرجوا بنتيجه كبيره ولدودو. وغادي تكون هذه المجموعه شاعله، المجموعه اللي فيها مصر وبلجيكا راه شاعله اصلا، غتكون شاعله بزاف. اليوم كاين مقابله كبيره، كلنا فرنسا. انا اول مره غادي نشجع فرنسا، ما كنتش نشجع فرنسا. غادي نشجع فرنسا ضد ساليغان. اليوم انا مع فرنسا ضد هذاك المدرب باب مياو اللي عطيها الافهامات. اليوم انا مع سينيغال، مع السينيغال، وان شاء الله باذن مع فرنسا سينيغال. انا اليوم مع فرنسا، وان شاء الله باذن الله فرنسا اليوم واحد 3 ولا 4. والله العظيم خاصنا واحد النتيجه تكون كبيره باش يبلعوا هذاك الفم، ما يبقاوش يزيدوا يهضروا كي جمهورهم في التيك توك، كي هما كي حتى واحد ما يبقى يزيد يحل فمه. خاصنا تكون واحد النتيجه كبيره، 3 ولا 4، باش يمشيو للنرويج تكمل عليهم عاود، باش هذيك هي يكملوا يسكتوا صافي، يبلعوا هذاك الفم ديالهم، ما يبقاوش يهضروا. لانه انا كرهتهم في التيك توك، من ما تفوت تصيبهم، من ما الخماج ديالهم، من ما تفوت تصيبوا. انا اليوم مع فرنسا قلبوا. انا اول مره نشجع فرنسا، ما بكري ما كنتش نشجعها، اول مره نشجعها.
ولكن نتمنى ان شاء الله اليوم تكون حصه كبيره كونتر سينيغال. هذه من كان المقابله ديال الارجنتين والمنتخب الوطني اللي غتكون مع 3 ديال الصباح. سكالوني البارح سرع واحد التصريح قال لهم اودي قال لهم المغرب، قال لهم المغرب يعني الجزائر تلعب بحال المغرب، ولكن واش هذاك التصريح زعما قالوا نيشان ولا كان فيه شي حاجه اخرى. المهم اللي فهم التصريح بحالي راه فاهم واش كاين، يعني هو ترانا ضربنا بيلانتي. المهم ما علينا، لانه عارف هو بانه ماشي عندنا ماشي بحال المغرب راه سابع عالميا وحنا فين انا 29، يعني راه باين الشغل باين الواقع وباين الشغل. اللعابه ديال المنتخب المغربي ماشي هما اللعابه اللي ديالنا، يعني باين بزاف النيفو طالع ديال المنتخب المغربي ماشي هو ديال، يعني هذا واقع هو تراها لنا بالعاني. المهم هذا هو الملخص ديال هذا النهار هذا اللي غادي يكون هذا اليوم. نتمنى ان شاء الله تهدى النفوس، نتمنى ان شاء الله الجمهور يعرف كيفاش يمشي الظروف ديالو في امريكا. ما راهش دوله سهله، راك بعيد بواحد 10 سوايع، يعني هذيك راه يقول امريكا، وامريكا صعيبه راه اللي شدادو ترحلوا، وغتكون شويه صعوبات عند الجماهير منا لقدام. غادي يزيروا معاهم هذاك البلاصه هذيك وغادي يزيروا معنا بزاف. حاولوا كما قال الاخر الواحد خصو يبعد على المشاكل، يبعد على الفتن، لانه ما غادي يجيبها غير في راسو. امريكان ماشي سهله وهذا واقع. ترامب راه ماشي سهل، الا عطى شي تعليمات اليوم راه ما غادي يعقل عليك حتى شي واحد، لانه الا مشينا بهذه العقليه هذه راه تكون كارثه تما في امريكا. هنا ما لانه علاش؟ لانه كاع الناس كاع المشجعين مشاو لهذيك البلاصه ما كاين لا فتنه لا مشاكل. تمشي نتايا خلقنا المشاكل خلقنا الفتنه، ما عرفتش والله ما عرفت واش شي واحد ولا يدير هذه المشاكل ويمشوا فيها الابرياء ويمشوا فيها ناس اللي كانوا طيبين وكانت نيتهم طيبه. راه خاص بنادم خاصو ما يدخلش مع هذوك اللي يكونوا 2 3 4 يديروا المشاكل بحال هكا ويولي مارشاري. راه كاينين هذوك الناس اللي ديماريو في المشاكل ويوليو مارشاريه ويخليوك انت في وسطهم. المهم نتمناو ان شاء الله التوفيق. البارح شفنا التدريب ديال المنتخب المغربي، شفنا التدريب انطلقت بكل يعني مرتاحين، لعابه فرحانين ناشطين. شفنا حتى هذيك الصوره اللي عطاها الجمهور المغربي مع الجمهور البرازيلي. طرد وترحيل الجماهير الجزائرية اليوم بعد الاشتباكات ضد الجماهير الأرجنتينية قبل مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الأرجنتين في أمريكا، وذلك بعد الشجار والاشتباكات القوية من طرف الجماهير الجزائرية والاعتداءات على الجماهير الأرجنتينية. السلطات الأمريكية أو الشرطة الأمريكية اعتقلت مجموعة من الجماهير الجزائرية، بل الكثير أو معظم الجماهير الجزائرية، لطردهم وترحيلهم في طائرة إلى الجزائر بعد هذه الفضيحة. الإعلام الجزائري جن جنونه بعد هذه الفضيحة من طرف الجماهير الجزائرية، بحيث أنهم كيقولوا أن الجماهير الجزائرية ما كيشرفوش أيضا الجزائر في هذه المنافسات، علما أن الجماهير الجزائرية معروفة بهذا الشغب. شفنا أن في كأس إفريقيا بالمغرب ظهروا بهذا المستوى أيضا، يعني ظهروا بالاعتداءات والشغب ضد الامن المغربي. اذا متابعينا الكرام بغيتكم توصلوا هذا الفيديو كما لايك، وبغيتكم كاملين تكتبوا لنا في التعليقات في الفيديو باش يطلع الفيديو. شوفوا الاعلام العربي والاعلام العالمي.